السلام عليكم يا حبيبتي. تعالي بقى النهاردة عشان أحكي لك قصة البقرة أيام سيدنا موسى. في بني إسرائيل كان حصل قتيل، واللي اتقتل ده ما كانوش عارفين مين القاتل، كان صعب جدا يعرفوا مين القاتل. فرحوا لسيدنا موسى وقالوا له يا موسى اسأل ربك احنا مين اللي قتل القتيل ده. قال لهم خلاص، فقال لهم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقرة. فقالوا له ايه ده انت بتضحك علينا؟ قال لهم حاشا لله، ده امر الهي. قعدوا طبعا هم المفروض لما ربنا يأمر بحاجة خلاص يروحوا يذبحوا البقرة، لكن هم قالوا له ايه؟ طب ما لونها؟ طب ما هو معروف ان البقر كله اصفر. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم بقرة صفرة. طب هي شكلها ايه؟ مواصفاتها ايه؟ عمرها ايه؟ طب ما تذبحوا بقرة وخلاص، اي بقرة هتلاقوها صفرة اذبحوها. لا، برضو لازم يشددوا على نفسهم، فاللي بيشدد على نفسه ربنا بيشدد عليه. فطبعا قال لهم ايه؟ بقرة لا تكون اشتغلت قبل كده ولا اتحلبت قبل كده، ويكون ايه؟ تكون بقرة تسر اللي يشوفها يتسر بيها، يبقى مسرور بيها ان هو شافها. فكانت البقرة دي قعدوا طبعا يدوروا على بقرة بالمواصفات ديت فين وفين، لما لقيوها كانت بتاعت ولد يتيم، وكانت امه هي اللي موجودة معاه، ما كانش عندهم غير البقرة دي وكانوا فقراء جدا. فلما لقيوا البقرة دي عند الولد ده قالوا له عايزين نشتري منك البقرة. فقال لهم خلاص اما اقول لماما، اللي مامته يعني. فلما قال لها قالت له شوفها يا عم عاوزين يشتروها بكام. فقالوا السعر، ما عجبهاش. فضلوا رايحين جايين يقولوا في اسعار وهي ما يعجبهاش لغايه ما قالت لهم املوا لي جلدها ذهب. يعني كأن البقره عايشه، لما هم هيسلخوها يمسكوا يملوا الجلد بتاعها ذهب ويعملوا كأنها رسمة بقرة بس من الذهب، هو ده تمنها. طبعا اضطروا يعملوا كده علشان هم لما شقوا على نفسهم أشق الله عليهم، اضطروا يعملوا كده علشان عايزين يعرفوا القاتل. فخدوا جزء من البقرة وإيه، طبعا في الفترة دي طبعا الولد بقى غني ومبسوط، وده لأن هو كان أبوه رجل صالح. فالمهم خدوا من البقرة جزء من العظم وراحوا ضاربين بيه الشخص. وكانت المعجزة سبحان الله وتعالى وهي يحيي العظام وهي رميم، إن الميت صحي وقال مين اللي قتله. طبعا بني إسرائيل طبعا عرفوا القاتل وخلاص، وطبعا اقتصوا منه بالشكل اللي هم شافوه ساعتها. لكن هم زي ما بيشقوا على نفسهم ربنا بيشق عليهم. دي حاجة. الحاجة التانية إن بني إسرائيل على الرغم إن هم شافوا إن سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى إن يعرف مين القاتل، وعرفوا وشافوا قدام عينيهم إن القتيل صحي وقال مين اللي قتله، إلا الرغم من كده إلا إنهم برضو كفروا بالله سبحانه وتعالى. فبني إسرائيل احتار معهم أنبياء كتير 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 قبل سيدنا موسى، وطبعا أيام سيدنا موسى. وطبعا ما ننساش نبقى إن احنا عارفين إن فرعون جه علشان يحارب سيدنا موسى واللي معاه. فربنا سبحانه وتعالى أمرهم إن هم يمشوا في الطريق قبل ما هو يصحى فرعون ويجي وراهم. فلما جه وراهم فعلا وكان هيحصلهم، ربنا سبحانه وتعالى أمروا بإيه؟ أمروا بإن هو يضرب المية، يعدوا البحر فيضرب المية فتبقى أرض يابسة ليهم ويبقى بحر الفرعون. وطبعا فرعون لما بص شاف كده قال أنا أمنت دلوقتي باللي أمنت بيه بني إسرائيل. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة وقت إيه؟ لا يقبل التوبة وقت الوفاة. وقت ما الواحد هيموت ما ينفعش أقول يا رب سامحني. طب ما أنت كان عندك العمر وعندك الحياة، كنت عملت الخير عشان ربنا يسامحك. يبقى احنا المفروض الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها نسمعها ونقول سمعا وطاعا يا ربي. أمرنا بالصلاة نصلي، أمرنا بإن احنا مثلا زي بني إسرائيل نذبح بقرة يبقى نذبح بقرة. مش لازم نقعد بقى نشدد على نفسنا. طب شكلها ايه؟ هي شكلها ايه؟ هي يعني طب لونها ايه؟ طب هي حلوة ولا وحشة؟ لا إله إلا الله، ما قال لكم بقرة وخلاص. فمن يشدد حتى في الحياة العادية اللي بيتشدد عليه. طبعا كمان ربنا سبحانه وتعالى أظهر لهم معجزات كتيرة جدا، ومع ذلك هم لم يؤمنوا. فطبعا كان جزاءهم الغرق، وكان جزاءهم طبعا النار. فربنا يكفينا شر الشيطان وشر الكفر وشر كل حاجة وحشة، ويقرب مننا كل الخير يا رب. دي كانت جزء من حكاية البقرة وجزء من حكاية عن بني إسرائيل. سلام يا جميل، سلام يا حبيبتي، مع السلامة.